التخن والكلبظه والاكل الكتير صحه. السيفن اب، السيفن اب هم مسمينه كده السيفن اب، مهضي ومفيه شفاء للناس. انما البيبسي وحش، بيجيب شاشه عظام. لو ضيعت مفتاح البيت ففي حرامي هيلاقيه مكان ما انت ضيعته، ويفضل ماشي وراك ماشي وراك ويراقبك، وبعدين يستنى البيت يفضى ويدخل ويسرقه. وخلي في علمك لو انت سلوكك وحش وربنا امك هتشك ان انت شريكه. العيش لازم بيتجاب من فرن معين، وغالبا بنسبه 99.9 بيكون ابعد فرن في المنطقه. ولو في يوم الفرن ده عمل العيش وحش فهتقول لك انت استقربت وجبته من الفرن اللي تحت البيت. التكييف والمروحه لو فضلوا شغالين 24 ساعه انت هيجي لك برد حتى لو في عز الصيف ودرجه الحراره 42. نور الاوضه والتلفزيون لو فضلوا شغالين من غير ما الاوضه ما يكون قاعد فيها حد فاتوره الكهرباء هتيجي اعلى. لو قالت اللي عنده حاجه يغسلها يجيبها اقل من 937 مره يبقى في حاجه غلط وامك مصدعه ومش قادره تتكلم. لو قمت من على الاكل من غير ما تمسح الطبق ويبقى بيلمع كده يبقى الاكل مش عاجبك، ويبقى الاكل طعمه وحش وانت متمرد ومعترض على كل حاجه وابن ميتين كلب عاق، ولما امك تكبر هترميها في الشارع. حاجه في الدنيا انت هتشتريها لوحدك يبقى انت اتضحك عليك فيها وتستعبطوك. حتى لو اشتريت بيت في اب تاون كايرو جنب منى زكي ب 4000 جنيه وانت بتقفل باب الشقه بالمفتاح، اول تكتين دول ملهمش لازمه، عادي الحرامي ممكن يفتحهم. تالت تكه دي هي الزتونه، لو ما تكتهاش هتكك بالقفل. لو ما ردتش على الموبايل بعد تالت جرس يبقى انت اكيد اتخطفت. ولو موبايلك مقفول يبقى انت اكيد مقتول، واللي خطفوك دول اغبياء ونسيوا يساوموهم. لو قفلت باب اوضتك عليك 100% انت بتتفرج على سكس. ولو البنت نفسيتها تعبانه شويه وعيطت يبقى اكيد في حد ضحك عليها وغلط معاها. لو بتصرف اكتر من 25 جنيه في الاسبوع يبقى انت بتعمل حاجه من الاتنين، يا بتشرب بانجو يا بتشم كله ما فيهاش. لو القولون العصبي شد عليك شويه فده سببه كتر مسكه الموبايل، انما لو نزلت لك البواسير فده سببها كتر الكلام في الموبايل. الحركات الارهابيه في البلد زادت في الاونه الاخيره بسبب الموبايل. دايما الشاي ابو لبن غلط ومضر لان الشاي بيضيع فايده اللبن، انما الشاي لوحده ما فيهوش اي ضرر واشربه عادي. اخيرا اعز من الولد باب التلاجة.